ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. المره اللي فاتت عرفنا دارت مهم قد ايه لفلاتر، وبالنسبه لفلاتر اننا ما نقدرش نشتغل على فلاتر من غير دارت، لان دارت هي الاساس. وكمان عرفنا ان فلاتر فريم ورك يقدر يعمل لينا اي او اس واندرويد، موبايل ابلكيشن اي او اس واندرويد، وكمان يقدر يعمل لينا ديسكتوب ابلكيشن، وكمان يقدر يعمل ويب سايت. يعني هو بيئه متكامله وسهل جدا في التعامل معاه. علشان نقدر نشتغل فلاتر فلازم نتأسس كويس جدا في دارت، وعلشان نشتغل دارت بنشتغل على دارت بحاجة اسمها دارت اس دي كي. والدارت اس دي كي ده لازم ينزل على الجهاز بتاعنا، وعلشان ننزله بنخش على جوجل عادي جدا وبنكتب داونلود دارت اس دي كي ارشيف. بنخش عليها كده بيطلع لنا اول لينك، ده الويب سايت الرسمي بتاع دارت. بنخش عليه وبننزل تحت كده بنلاقي الفيرجن والاوبريتنج سيستم. الفيرجن طبعا بنختار اي فيرجن احنا محتاجينه، وبعد ما بنختار اي فيرجن، بس طبعا احنا بنختار اعلى فيرجن طبعا لان بيبقى فيه مميزات احسن طبعا وتحديثات احسن. وهنا الاوبريتنج سيستم بتاعي يعني النظام الجهاز بتاعك شغال ايه. انا الجهاز بتاعي شغال ويندوز فاختار ويندوز، اللي عنده ماك يختار ماك، اللي عنده لينكس يختار لينكس. فانا هختار ويندوز عادي، وبعدها هتك هنا دارت اس دي كي داونلود، هينزل ليا فايل زي ما انتم شايفينه كده. هخش عليه من هنا اللي هو شو فولدر ده موجود فين، يعني هتك عليه هنا كده واعمل اكستراكت هير. تمام. بعد ما بعمل اكستراكت هير يعني استخراج، بتك هنا كده كليك يمين واعمل اكستراكت هير. الفايل اللي بيطلع عليه او الفولدر اللي بيطلع عليه باخده كات وبروح عند السي هنا بحطه. الفولدر اللي بيطلع هو ده الدارت اس دي كي ده، باخده وبحطه هنا كوبي او بيست، قصدي بحطه هنا بيست، وباخده بخش جواه كده، بخش على البن. وبعد ما بخش على البن باخد الباص ده كده كوبي، وبعد ما باخد الباص ده كوبي كده بخش هنا على البحث عندي وبكتب edit environment. على طول environment هيجي لي edit the system environment، بتك عليها بيفتح لي صفحه كده. وبعدها بخش على environment variable اللي هي المتغيرات، وبعدها بختار حاجه اسمها باسز اللي هو اللينك بتاعي، بخش عليه من هنا كده وبعمل نيو وبحط ليا اللينك بتاعي او الباص بتاعي اللي انا حطيته هنا ده زي ما انتم شايفين بالظبط كده. وبعدها بعمل اوكي، وبعدها بعمل اوكي، وبعدها بعمل اوكي، وبعدها بنطلع خالص بقى نتاكد ان دارت الاس دي كي نزلت عندنا على الجهاز. وعلشان نتاكد ان الاس دي كي نزل عندنا بنعمل ويندوز ار. تمام. وبعدها بنكتب سي ام دي في الران، دي قائمه ران، هيطلع لنا القائمه اللي انتم شايفينها دي الكوماند ران. وبعدها بنكتب دارت مسافه شرطتين كده، ونعمل فيرجن ونشوف ايه اللي هيظهر لنا. هيظهر لينا عندنا كده اهو الفيرجن ظهر لينا اللي هو 3.8.1 يعني. بدل ده ظهر يبقى كده الكمبيوتر بتاعي او اللاب بتاعي اتعرف على الاس دي كي بتاع دارت. لو في حاجه تانية ظهرت لك غير ديت طبعا يبقى انت كده عندك مشكله، وسيب لي كومنت تحت وهرد عليك بالرد على طول. وبعدها بعد ما نزلنا طبعا الاس دي كي دارت هنخش بقى هنشتغل على ايه يا عبد الرحمن؟ احنا لازم نكتب كود دارت، هنكتبه ازاي يعني من غير، يعني هنكتب ازاي من غير، طبعا لازم يبقى فيه محرر اكواد. المحرر الاكواد ده علشان نكتب الكود عليه. طيب المحرر الاكواد اللي احنا هنشتغل بيه يا عبد الرحمن هو ايه بالظبط؟ اللي هنشتغل بيه يا عبد الرحمن هو الفي اس كود او اندرويد او انتليجي، ايا كان اللي يريحك ايه هو، بس طبعا الاخف فيهم هو الفي اس كود. وعلشان نحمل الفي اس كود عندنا بنكتب في اس كود طبعا داون لود، ونعمل كده. هيبدا ان هو يجيب لنا اول لينك زي ما انتم شايفين كده، بنخش عليه. طبعا برضو الاوبريتنج سيستم الخاص بيه الويندوز او لينكس او ماك، طبعا انا ويندوز فهتك على ويندوز هينزل ليا، هسطبه عادي جدا. نيكست في نيكست عادي خالص زيه زي اي برنامج، بسيط جدا ان هو يتسطب. طيب يا عبد الرحمن انا مش عايز اشتغل على الفي اس كود، سهل جدا، بنكتب داونلود ماشي انتليجي ده برضو محرر اكواد جميل جدا، عايزينه بنخش عليه كده وبنعمل برضو داونلود. بنخش هنلاقي برضو نفس الحوار بالظبط، داونلود الويندوز بتاعك بتختاره اذا كان هو 64 انت عايزه مضغوط ولا مش مضغوط، الكلام ده كله داونلود على طول هينزل عندك زي ما انتم شايفين. طيب ولو انا عايز اشتغل عبد الرحمن اندرويد، نفس الحوار برضو يا جماعه، هو الاندرويد ستوديو، داونلود اندرويد ستوديو، بخش على اندرويد ستوديو من هنا كده، وبرضو نفس الحوار بعمل داونلود على طول وبيشتغل عندي ومفيهوش اي مشكله. طيب بعد ما ينزل الفي اس كود بتاعنا
بنيجي نبحث عنه هنا كده، بنكتب VS كود. طبعا هو مش هيفتح زي ما انتم شايفين كده، علشان طبعا انا كنت مستخدمه قبل كده. هنعمل عندنا هنا كلوزنج اهو، كلوز ويندو ماشي، وهيفتح لينا ويندوز VS كود. هيفتح الفي اس كود عادي جدا. طبعا انا عملت كلوز وهو ده غلط، يعني هو المفروض كلوز اديتور. تمام اهو فتح ليا اكنه جديد. طبعا ده اللي هيظهر عندكم بالظبط زي ما انتم شايفين بالظبط كده. المره الجايه باذن الله هنعرف ازاي نكريت بروجكت جديد دارت، وازاي له اكتر من كذا طريقه، ازاي كريت بروجكت بالخارجي وداخلي من الفي اس كود، وكمان له طرق كتير جدا. هستناكم فيديو تاني باذن الله الفيديو الجاي. تابعوا معايا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.